المدرب الجديد صاحب بطولة اليورو. مدرب قد يكون جديد على منظره لكنه مش جديد أبدا مع منتخب اسبانيا. ليفوينتي او زي ما هنقول اسمه بالكامل بقى لويس دي ليفوينتي، وهو مدرب اسبانيا منذ قديم الازل. هتقولي طب ما ده كان لويس انريكي اللي ماسك اسبانيا في كاس العالم اللي فاتت، ازاي ده من قديم الازل؟ هقولك ان هو ليفوينتي في 2015 كان بيدرب اسبانيا بس تحت 19 سنة في بطولة اوروبا. مشوار بطولتها ساعتها ان هو قدر يصعد في مجموعة فيها المانيا هولندا وروسيا في المركز الثاني. مين المركز الاول؟ طبعا لما يبقى في مجموعة موت بالظبط كده روسيا اللي صعد اول. ما تستغربش، روسيا كانت جامدة جدا 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 وقدرت تكسب اسبانيا نفسها اللي كانت في المركز الثاني، وصعد نص نهائي في اليورو تحت 19 سنة ولعب المانيا ويكسبها، وقدر يصعد النهائي قدام روسيا ويكسب اول بطولة ليه وهي بطولة اسبانيا تحت 19 سنة اليورو. بس تخيل معايا كده مين معاه كان تحت 19 سنة في الجيل ده. هقولك اللي كان معاه كان اوناي سيمون، وكان معاه فايخ ولاعب الريال، وكان معاه الأسطورة لاعب مانشستر سيتي رودري، وكان معاه داني سابايوس، وكان معاه كمان بورخا مايورال. تقول لي ايه كل دول؟ قلت لك اما تعرف مين خد احسن لاعب في البطولة تقول لي مين؟ هقول لك هو اللاعب ماركو اسينسيو بالطبع، وده يدل ان هو بيبني من وقت طويل جدا. هتقول لي بس كده؟ اقول لك لا، احنا لسه حكايتنا بتبتدي وهنروح دلوقتي لحد عام 2018 بيتصعد وبيمسك منتخب اسبانيا تحت 21 سنة عشان يكمل بنفس الاولاد اللي معاه، ولاعب بطولة اوروبا برضو في سنة 2019 وبيصعد لنصف النهائي. تخيل بيواجه مين في نصف النهائي؟ بيواجه فرنسا ايضا وبيكسب فرنسا النتيجة دي 4-1. بعد كده بيصعد وبيلعب في النهائي المانيا. ايه اللي حصل؟ كسب المانيا 2-1. تقريبا هو السبب في تدمير نفسية جيل المانيا لحد دلوقتي. تخيل عزيزي المشاهد، اتخيل عزيزي المستمع والمشاهد، هو مين اللي سجل هدفي فوز اسبانيا على المانيا؟ بالظبط كده نفس الجيل ونفس اللعيبه. هيبقى مين؟ هيبقى داني اولمو وفابيان رويز. فزود عندك فابيان رويز وداني اولمو على اللي قلناهم قبل كده. والجيل ده اصلا كان فيه مين؟ هنعد مع بعض تاني: اوناي سيمون، فايخو، فيربو، اولمو، فابيان رويز، مارك روخا، وكمان سابايز زي ما قلنا، ومعاه اوريازابال، زائد اللي قلنا عليهم داني اولمو وفابيان رويز اللي سجلوا الهدفين. بعد كده طبيعي جدا بيتصعد لمنتخب تحت 23 سنة ويقدر يذهب معاهم للأولمبياد وما يحققش اللقب، بس قدر يحقق ميدالية، وحقق ميدالية الفضية معاهم، لأن الأولمبياد بتحسب ميداليات من المنتخب البرازيلي اللي كسب النهائي وقتها. بس عشان تعرف عزيزي ان هو ده مرعب اوروبا، ما بيقدرش على المصريين برضو، لانه هو قدر يحقق بصعوبة التعادل معانا. طبعا بصعوبة دي مبالغة مني انا عارف، بس قدر يتعادل معانا في مباراة كان نجم المباراة اصلا وقتها هو اكرم توفيق. ما كانش نص ملعب اسبانيا المرعب اللي هو كان فيه بدري وقتها، وكان فيه داني اولمو، وكان فيه داني سابايس، وكان فيه كل الناس دي. كان اجمد واحد في المباراة في نص الملعب هو اكرم توفيق. والمباراة دي شفناها كلنا، كانت بتلاعب 9 أو 10 الصبح وخلصت 0-0 مع المنتخب العظيم ده. بعد كده بعد كل ده تعرف مين التشكيلة اللي كانت في الأولمبياد، عشان تعرف ان التكوين بدأ من بدري بدري وفضل يكتمل حبة حبة لحد ما وصل لذروته في اليورو. كان معاه في منتخبه في الأولمبياد اوناي سيمون، إيريك جارسيا، باو توريس، كوكوريا، ميكيل مورينيو، زوبوميندي، ومعاه بدري، اسينسيو، اوريازابال، داني اولمو. انت ملاحظ ان كل حاجة بتتكرر بس بتزيد سنة سنة. بعدها بيتصعد للمنتخب الأول ويقدر يكسب اليورو اللي كلنا شفناها، بعد ما زود عليه عناصر الخبرة أمثال خيسوس نافاز وداني كارفاخال، ومعاهم ميكيل مورينو، وكمان معاهم الفارو موراتا، عشان يكمل جيل تاريخي لأسبانيا بناه وصنعه بنفسه وقدر يتفوق بيه على كبار أوروبا، ويقول أنا هو حققت كل حاجة بمجهودي الفردي من البداية للنهاية. بس كده ده اللي كان عندي النهاردة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتستنى كل الفيديوهات وتفعل زر الجرس. وسلام عليكم.